ازاي تحبي نفسك حب حقيقي وتشتغلي فعلا على حب الذات. بالمناسبة حب الذات متغير، يعني مش هتفضلي طول الوقت عايشة في حب النفس القوي وان انت تبقي مغرومة بنفسك ودايما واثقة من نفسك. حب النفس متغير، واللي يقولك غير كده كذاب. احنا ممكن يحصل موقف او حاجة تحصل في حياتنا تهزنا. الفكرة بقى في نسبة الهزة دي، ان هي ازاي ما تسيطرش على حياتنا، ان ازاي ناخد اعلى نسبة من حب الذات. فده اللي هنتكلم عنه في السيريس اللي انا هعملها معاكم. اول حاجة، حب الذات بينقسم لحاجتين: حب ذات خارجي وحب ذات داخلي. الخارجي محتاجين نشتغل عليه الاول علشان الداخلي يبقى مرتاح اكتر لما يجي يطلع. ما ينفعش نشتغل على صدمات الطفولة وبرمجة عقلنا وان احنا ازاي نحب نفسنا والثقة بالنفس واحنا في حاجة خارجيا مش مقتنعين بيها. ما بتمشيش، هتلاقي دايما في حاجة بتعطلك لو انت مش مقتنعة بنفسك خارجيا. والله لو قريتي كتب علم النفس كلها ورحتي لكل الدكاترة مش هتشتغل. هتشتغل مثلا 50%. 50% التانية هي على الشكل الخارجي. احنا كبشر بنحكم على الاشخاص من شكلها، لان ده شيء فطري ان احنا نرتاح لشخص معين لشكله، نحب نبص عليه. للأسف دي حقيقة صعب انكارها. فالفكرة بقى ان انا اوصل للشكل اللي يرضيني، مش الشكل اللي يرضي الناس، الشكل اللي يخليني انا راضية عن نفسي ومرتاحة معاها بالشكل ده. علشان لما اكون في اللي هو ايه، اتحطيت في الزون بتاعت الحكم الخارجي او الشكل، اكون انا مرتاحة وعملت اقصى حاجة في الاهتمام بالنفس. لكن لو انا اوريدي مهملة في نفسي ومش مهتمة بالشكل الخارجي، فده هيعيق عن الموضوع الداخلي. ودي هتبقى اول السيريوس، ان احنا الشكل الخارجي نعمل فيه ايه، ازاي نتغير خارجيا وازاي نغير برمجة عقلنا على تقبل شكلنا الخارجي من غير ما ننحصر في المعايير المجتمعية للشكل اللي البنات بقت فيها، واخيرا الرجالة بقت في المعايير الشكل المعين، الشيب، الحاجات دي. فلازم نقتنع ونشتغل. طيب، اول حاجة بقى، احنا شكلنا الخارجي من عين لعين بيختلف. انتي ممكن تشوفيني حلوة، غيرك يشوفني وحشة، غيرك يشوفني اوحش، غيرك يشوفني اجمل. كل عين مختلفة عن العين التانية. فانتي عينك لازم تشوفي نفسك في المراية ان انتي حلوة، تتجبري على ده. طيب لو انا عندي يا نرمين سي مثلا انا عندي هالات هنا، طبعا هي مش باينة في البتاع ده، في الكاميرا. ثواني، انا هشيل الفلتر عشان يبقى الفيديو ده فيه مصداقية. طيب، انا كده شلت الفلتر، انا بس حاطه فاونديشن وفي سموث خفيف كده، يعني في عيوب. اوكي، في عيوب، فانا لازم اتقبل العيوب دي. لو انا اوريدي مش عارفه اشتغل عليها حاليا، يعني انا حاليا مش عارفه ان انا اعمل جلسات للبشره. انا بعالج شعري، فانا ماسكه جزء مش عارفه اعمل جلسات للمسامات اللي عندي هالات دايما بحط لها كونسيلر، ولو قاعده من غير هالات فبلاقي كومنتات سلبيه. انا بقى مفروض ان انا اقتنع ان شكلي الخارجي، انا لو عندي فرصه هشتغل عليه، ما عنديش فرصه فانا راضيه عنه. هيجيلي كومنتات سلبيه، لما تيجي كومنتات سلبيه اخليني مقتنعه ان دي عين الناس مش عيني انا، اكون رحيمه بنفسي. انا جوايا انا عندي حاجات سلبيه، بس صوت لو انا متقبلتهاش وكنت رحيمه بيها، مين هيبقى رحيم بيها؟ طب انا دلوقتي ما عنديش القدره الماديه ان انا احسن من الشكل الخارجي، وغيري عنده القدره الماديه، اذا اكون رحيمه بنفسي. انا جوايا كده والله انا احب اكون في احسن صوره، ولكن الصوره اللي انا عليها انا راضيه بيها. لو انا عندي مشكله، ففي ناس عندها مشاكل تانية بتتعبها وبتسبب لها issues، trust issues. اذا كل واحد عنده مشكله، وكل عين غير التانية. في عين هتبص عليكي وتبقى رحيمه بيكي وشايفاكي بيرفكت، وعين تانية تبص عليكي تشوفك زي الزفت. فانا مش هقعد اشوف نفسي بعيون الناس دي، ساعتها انا هبقى كل حته مني في مكان انا معرفش انا ايه. تمام. فمحتاجه ان انت تبقي رحيمه بنفسك وبعيوبك. انا عندي عيوب، انت عندك عيوب، كلنا عندنا عيوب. انا بقى متسامحه. انا عندي هالات لان انا بسهر، انا عندي هالات لان انا بعيط كتير،
ايوه المسامات دي نتيجة ان انا كان عندي حب شباب، بس الحمد لله انا عالجت حب الشباب. ان شاء الله لما يكون في فرصة انا هعالج المسامات، ولكن المسامات اللي في وشي ما ضغطتيش على جمال شخصيتي، ما ضغطتيش على عيوني الحلوين، على شفايفي. ان انا الحمد لله ما عنديش امراض. شايفه الطريقه اللي انا بكلم نفسي بيها دي اللي عايزاكي تكلمي نفسك بيها. انت تبصي عادي، معترفه ان انت عندك عيوب، شعري خفيف، شعري بقى قصير، كلها عادي، ما تهربيش منها وتقولي ايه حلوه زي ما انا ما اعرفش ايه. طب طز فيكو، هو مش عند، هو الموضوع في التقبل. وتقولي لنفسك لو انا عندي الفرصه هشتغل عليها. انت عندك الفرصه ان انت تشتغلي على اي عيب فيكي. في ناس الثقه بالنفس المزيفه تخليها تعند، تقولي طب انا مش هعمل حاجه وطز، ولا عايز يقبلني زي ما انا يقبلني. اعملي عشان نفسك، ما تعمليش عشان الناس، اعملي عشان لما تبصي على المرايه تكوني مرتاحه وراضيه. خلاص انا اوكي، انا راضيه عن شكلي ده، وراضيه عن هالاتي، وراضيه عن مساماتي، مع ان انا معايا فلوس اغيرها بس مش عايزه اغيرها. اللي عايز يحبني زي ما انا يحبني، اللي مش عايز يقبلني ده اسمه عبث. عبث اسمه ثقه بالنفس زائفه، حب للذات مزيف. انا عايزه احب نفسي، اذا انا ههتم بيها، انا ههتم ان انا ابقى في عين نفسي في احسن صورة، مش بالمعايير المجتمعية. لكن لو عندنا مشاكل، مش هقول مشاكل اللي هي ايه، انا عايزه رموشي اطول، انا عايزه اركب مش عارفه لاشز طول الحياه، انا عايزه اركب اكستنشن، مش المشاكل اللي هي التجميليه اللي هي بالمعايير الجديده. انا بتكلم على مشاكل فعلا حقيقيه. يعني مثلا في واحده عندها هنا عظمه في مناخيرها مضايقاها، او مناخيرها بيج بيج بيج، فعادي ان هي تسبب لها مشكله. عندها اي عيب خلقي في شكلها، يعني لما تتاثر بيه حقها تتاثر بيه نفسيا وتحاول تغيره. احنا هنا بنتكلم عن العيوب الخلقيه، مش الحاجات اللي هي المجتمع فرضها علينا، ان يبقى عندك دي متحدده، يبقى ما عندكيش مش عارفه ايه، الشفايف تبقى منفوخه. كل الحاجات دي زيادات، تحبيها او ما تحبهاش مش دي اللي هتاثر على ثقتك بنفسك. يعني لو انا مش شفايفي من هنا منفوخه المفروض اكون واثقه من نفسي. المفروض ان انا اركز مع الحاجات اللي هي الخلقيه، العيوب اللي هي خارجه عن ارادتي، مش اللي المجتمع بيصورها لي. طبعا الفيديو طول، بارت 2 هنكمل كلام عن الموضوع ده.